اللهم ان كان سحرا فابطله. ما انا زهقت، وقسما بالله انا زهقت. اصل ده مش اسلوب. اصل قبل الماتش بيومين انا كنت خايف، والله العظيم كنت خايف ومرعوب. في الماتشات الجد بيسحب ناعم، مش عارف ايه اللي بيحصل له. هو بيرجع، هو بيخاف. ده ماتش جد فارجع بقى، انا كنت بعمل صح فارجع بقى خايف الدنيا من تاني. طب ليه يا عم؟ يا عم فهمني يا عم، الله يرضى عنك. انت وصلتنا لمرحله مش عارفين نتوقع نتيجه الماتش يا جدع. انا توقعت نتيجه الماتش امبارح 3-1 مع الرأفه كمان 3، ومش مقتنع باللي انا قلته والله العظيم. قلت لو جبنا واحد يبقى كرامه، وهنجيبه بالغلط كمان. ايه رتم الماتش ده؟ ايه الماتش اللي ماتش عره؟ اقسم بالله ماتش كذا غلطات وكذا حاجات انا كنت متوقعها. يعني انا متوقع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه القصيده كفر، مستنطونه مش نازل. وش والله وش، وحلفت ساعتها كمان ان هو ما هو نزل الملعب. هتسالني انا اقول لك ما اعرفش. هو كيفه كده في الماتشات الجامده وجد ما ينزلوش. لازم يتعلم الاول من غلطه وبعدين ينزله. طب ليه يا عمنا؟ ماتش ممل، ماتش السيناريو بتاعه حبه تحس ان احنا فايزين، وحبه تحس ان احنا هنخسر، وحبه هيخش فينا سكور، وحبه احنا هنسجل. مش عارفين الكرة رايحة فين. احنا نازلين الملعب ريال مدريد يا شباب ما عندوش خطة. ما عندوش خطة. احنا في ظل غياب دين هاوسن الدفاع ورا مضروب. مش احسن حاجة الدفاع، يعني احنا ماشيين حالنا دلوقتي، وراؤول اسينسيو كمان طلع مصاب. وربنا يستر على الدفاع الماتش الجاي قبل الكلاسيكو. يعني الماتش الكلاسيكو لو راؤول اسينسيو او دين هاوسن ما جوش، فحمد وشكر ليك يا رب، انا هتوب تشجيع الفرقة خالص، هبطل كورة والله فيها. انت بسم الله نتكلم الاول ايه، واحده واحده كده، ونصلي على النبي. وصلك الفيديو عظمه، انزل اخبط اللايك المتين واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول باول. ويلا بينا نبدا. انا ما عنديش مشكله معاك، والله العظيم ما عندي مشكله معاك في اي حاجه، واي تفكير انت عاوزه اعمله. انا مش مدرب. انا مش مدرب يا عم، ولا انا بدرب فرق. انا راجل مشجع ومتفرج زي اي بني ادم عادي. بس الماتش السيناريو بتاعه الممل ده، اصل فعلا ممل. انا ما شفتش جمله على بعضها اتعملت في الملعب. قسما بالله ماتش ممل ملأ. سيبك من ده كله. انت النهارده نزلت العظمه. لعيب يا عم، يا عم وقسما بالله انا ما عندي اعتراض معاه، هو لعيب كبير. بلينجهام الاسطوره العظمه العالمي. لعيب كبير ولعيب عنده لسه هيقدم لعب كتير، وهيقدم حاجات كتير لسه ما قدمهاش. بس مش وقته. نقنعك ازاي يا عم؟ احلف لك على مصحف يا عم. يا عم ما انت فرط دمنا يا عم الحاج. يا عم قسما بالله بلينجهام لسه مش في ادائه. بلينجهام راجع من اصابه، بعد اصابه كتفه كمان اتطين اكتر واكتر. بلينجهام اي نعم جاب جون وانبسطنا وعمل الحركه بتاعته وكلنا بقينا الدوبامين عندنا فوق، بس مش اداؤه هيخرب الملعب. انت واعي يا معلم؟ انت عشان تنزل بلينجهام خربت نص الملعب. اقسم بالله انت خارب نص الملعب عشان تلعب بلينجهام في مكان عدل. انت شاوميني كان بيلعب في مساحه، ما يعرفش هو بيعمل ايه. انت شاوميني انا ما كنتش فاهم دور شاوميني. شاوميني ما كنتش فاهم له دور. ومنلعب اردا جولر مكان داني سيبايوس، ده مش مكانه اصلا. انت ملعبه في مكان اسود، ملعبه في مكان رخم هو ما بيحبوش، مش مديله مساحه كافيه لان معاه ارتكاز واحد هو تشاوميني. فاردا جولر انت كاتم على نفسه، انت كاتم على نفسه، عمال تضغط تضغط تضغط. مش ما طلعش اداء اصلا. هو كتر الف خيره الراجل، عمل اللي عليه وزياده. عشان تنزل بلينجهام ملعب اردا جولر مكان داني سيبايوس، وملعب تشاوميني. يا صباح الفل، يا صباح الفل. انت مفيش خط وسط. واقسم بالله الماتش ممل ملل. فينيسيوس جونيور هنا العظمه. اي نعم انت ما كنتش في ادائك وما كنتش في احسن حاجه، ومش هنحاور على بعض. بس على الاقل اللاعب الكبير هو كبير. اللاعب الكبير وقت الزنقه وقت الشده بتحتاجه. بيطلع مهاراته. مهارات الفرديه يا باشا، دخل على واحد اتنين تلاته، الرابع شاط الكوره جت في العارضه، بلينجهام جاب جول. خلصت. في الشوط الاول وفي الشوط الثاني بالذات بالتحديد ريال مدريد معتمد على المهارات الفرديه. ما اتغيرناش عن الماضي. اقسم بالله احنا ما اتغيرنا عن الماضي، معتمد 100% على المهارات الفرديه. الجون ده جه بسبب فينيسيوس، بسبب مهارات فرديه. غير كده انا ما شفتش حاجه بصراحه. ما شفتش حاجه، ولا لعب ولا جمل ولا تكتيك ولا اي حاجه. انت ما كنتش بتلعب على منصات التسلل حتى. انا ما شفتلكش خطه انت بتلعب عليها الماتش ده. اقسم بالله انا ما شفت خطه ريال مدريد بيلعب عليها الماتش ده. انت بدايه الماتش غلط. نزل ابراهيم دياز مكان ماستانتوني، ومش مكانه. ده مش مكانه، ما بيعرفش يلعب هنا، وقلنا 100 مره ايام انشيلوتي مش مكانه. وما ما يعملش اداء حلو.
ما نزلتش مستنطونه ليه؟ ده مهم، ده لاعب لسه صغير عنده 18 سنه، ده رجليه ما تطلعش من الملعب غير في اصابه، غير كده ما تطلعوش يا عم، والنبي ما تطلعه، بيطلعوا برضه. ده المفروض رجله تبقى في الملعب كتير، يلعب اساسي كتير، لازم ياخد خبره كتير، لان ده هنحتاجوه، ده في الماتشات التانية محتاجين، ده ماتش مهم، ما نزلتوش ليه؟ وده مكانه وراجل زي الفل وبيلعب وبيأدي، ما نزلتوش ليه؟ طلعته، مش مشكله، نزلت ابراهيم دياز مش في مكانه، اداء زي الزفت، مش مهم يا عم، مش مهم. اردا جولر ملعبه في مكانه وضغط عليه يا عم، ده اردا جولر كان بيرجع يدافع، اردا جولر كان في لقطات كان بيرجع يشيل في الدفاع ورا، انت استهلكت اردا جولر الماتش ده، انت عشان تريح معظم اللعيبه، الماتش الكلاسيكو اللي انا وقسما بالله انا مرعوب منه، والله العظيم مرعوب منه. مثلا برشلونه، يعني لو ما برشلونه مثلا دفاعها زي الزفت، لا احنا ما فيش دفاع، احنا ما فيش دفاع خالص، والله العظيم ابيض. انا خايف من لقطه واحده بس الماتش الجاي تحصل، ماتش الكلاسيكو، تنزل ميليتاو، الابا، فالفيردي، وهتنزل كاريراس عيني غلبان، انت مفيش دفاع، انت بالصباح الفل كده انت نازل هتشيل. يعني احنا اساسا الفرقتين ما عندناش دفاع، احنا هجومنا هي فرقتنا، احنا ريال مدريد عندنا هجوم حلو ومش عارفين نستغله كمان، يعني مبابي المفروض تطور منه اكتر، تحسن منه اكتر، تخليه يطلع اكتر، انت كتمت راسه النهارده، انت ما خليتوش يعرف يتنفس بسبب اللي انت عملته، ما علينا. وبرشلونه هجوم قوي، خط وسط قوي، بس ما فيش دفاع، وكلنا متفقين على كده، واحنا برضو ما عندناش دفاع، احنا في علم كميه المساحات اللي ورا دي، كميه المساحات من على اليمين ومن على الشمال، وفي كوره يعني لما كورتوا عالمي، كورتوا ده لا لازم يتكلم عليه بصراحه، صد اجمل تصديات، ممكن اجمل تصديات الموسم في اخر اخر الموسم، اجمل تصديات نشوفها في اخر الموسم، صد وشايلك يا معلم ورا، شايلك مفيش مساحه، ايه ده، اللعب بيجري يجري، المساحات مضروبه ورا، وميليتاو يا عيني بيجري بيشحط، بيشحط مش قادر يجري، يعني انت كمان قعدت وقت زياده، وغير كده راؤول اسينسيو اتصاب، هينزل مين؟ العالمي، هينزل الاب، هيبقى بسم الله ما شاء الله معاك ورا ايه حاجه جميله، معاك ورا الابا، ومعاك ميليتاو، ومعاك فالفيردي وكاريراس، الله اكبر. انا هقفل الماتش مش هتفرج عليه يومها، انت هتلاقي سكور بقى 7 و8 وايه ايه يابا، يا عم الله يرضى عنك. برشلونه في من اول بدايه الموسم ومن قبل ما تنهيه والله الموسم اللي فات، في كل ماتشاتها بتقدم ايجابيات، بتقدم رسائل، اللعب بقى حلو، اللعب بيستمر، انت في مدعكه في بدايه دوري الابطال الماتش اللي فات، انت من امبارح بالخمسه والسته، واتلتيكو اللي غلبتنا ادتنا على دماغنا اربعه، خدت اربعه، وكان ماتش كان راح في سكه السته سبعه كمان، وباريس سته، والبايرن مش فاكر كام، انت الماتشات كلها حماسيه الا ماتشك الممل ده، ريال مدريد ماتش اقل ماتش في دوري الابطال اتلعب، فزنا بالحب، والله فوز انا كنت اتمنى اي حد يجيبه الا بلينجهام، بس اجي والف مبروك واحتفلنا وهيصنا وانبسطنا ماشي، مش هو ده اللي احنا مستنيين، انت الماتشات مولعه يا معلم، الماتشات في رتم عالي، في الماتشات في تكتكه في لعب، وبعدين كلامي هنا بقى شبه الونسو، انت في مسؤوليه مرميه على كتافك الماتش اللي جاي، انت الماتش الجاي هانز فليك، والله والله انا خايف، انت المفروض تكسب كذا ثقه الجمهور، المفروض ترجع جمهورك تاني بعد اللي حصل في الاتليتيكو، هم فازونا اربعه، شوف الارسنال عملت فيها ايه، انت عليك مسؤوليه، احنا لو خسرنا الماتش ده انت فعلا خلاص كده، ما انا مش شايف لعب عدل، انا مش شايف لعب عدل، احنا بقينا ماشيين على نهج العالمي العظيم، عمي جدي انشيلوتي، بيلاقي خطه نجحت ولا فكره نجحت، اوه يلا بينا يا رجاله اشتغلوا، خلاص يهيص بيها، يلاقي فكره نجحت اشتغلت ضربت معاه يكمل بيها، انت بلينجهام الموسم اللي فات حرفيا حلبه والله العظيم مسكه، كان بيلعب فيه وعلى يدنا كلنا، والله يا جدعان ما قصدي حاجه وحشه، اوعى تفكر حاجه وحشه يا رجاله، كان بيلعب بيه، انا هعمل لها هقصها، والله اقول بلاش اقصها، بس هو كان بيلعب بلينجهام الموسم اللي فات كله، وده الدليل اللي كان بلينجهام اساسا الموسم اللي فات هو هداف الفرقه، يعني قبل كيليان امبابي طبعا، دلوقتي معاك هجوم حلو، وخط وسط حلو، ارحمنا ارحمنا بوس ايدك واعمل اداء، على اعمل اداء يا عم وما تفوز يا عم، والله ما عايزك تفوز، بس اعمل اداء الله يرضى عنك، بالله عليك اعمل اداء ماتش الكلاسيكو،
اصل حرام كده، انت هتخليه يخش التاريخ، ده دخلوا اصلا 4 كلاسيكوات هو يفوزوا في هانز فليك، ده من بعد جوارديولا يا جدع. بالله عليك ركز ركز، العب الصح. انا قبل الماتش نزلت فيديو قلت يا رب، يا رب يلعب السهل الصح، يلعب السهل ما يتفزلكش. اتفزلكت برضه، يعني انت اتفزلكت، يعني احنا عندنا اصابات والدفاع بايظ، احنا ماشيين حالنا، الدفاع حلو بس مش احسن حاجه. فالفيردي في اليمين بيأدي الغرض، جنبه راؤول اسينسو، قدر ميتاو، وجنبك كمان كاريراس، فيعني احنا ماشيين الدنيا ما تصعبهاش. وكاريراس بسم الله ما شاء الله على الولد، الولد ما قصرش، شايل كوره من قدام الجون. ايه يا عم العظمه دي يا عم؟ طب ما تضغطش على اللعيبه كويس، ما تضغطش جامد 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 يعني بالراحه. انت ضغطت على اردا جولر لما نفخته عليه، انما الواد ده اتنفخ الماتش ده. يا رب يكون في صحه الماتش الجاي. اللاعب ده ما صدقنا ان احنا لقيناه، يعني ده طلع نستغله بقى. هو بيلعب هنا، لعبه صانع لعب، اديله مساحه، بيعمل اسيستات وبيخليك تفوز الماتش وانت مرتاح. تلعبه تحت مساحه ومكان مش في مكانه، وكمان الواد يرجع يدافع، دي كارثه. يا عم فوق الله يرضى عنك، والله العظيم ماتش الكلاسيكو انا مرعوب منه. انا واحد من الناس انا خايف اتفرج على الماتش ومش عارف اتوقع. محدش يقول لي اتوقع، لان انا مش هتوقع الماتش، انا مش عارف ما اعرفش ايه مين اللي هيلعب ولا هيخش بمين ولا هيعمل ايه، بس هو يا رب ما يخيب الدنيا، يا رب ما يخيب الدنيا. انا تعبت منك، بس ان شاء الله القادم افضل واحسن، لسه في البدايه، لسه في البدايه. بس اللي حصل في دوري الابطال ده هم ما بيلعبوش دوري ابطال، هم عايزين نلعب ساعتين نازلين يروقوا عن نفسهم كده. فعايزين نرجع نلاقي الحماس ده من تاني ونلعب لعب كويس وحلو بقى. ابوس رجلك، نفسي اتفرج على رتم ماتش ولا السيناريو، وباص ورايحه وجايه وجمل بتضيع وجمل بتيجي وجمل في عارضه. نفسي افرح بكوره جت في العارضه، نفسي. وحشتني الفرحه، فرحني يا جدع. وفي النهاية وصلنا ختام حلقتنا النهاردة. توقع بقى ايه اللي هيحصل في كلاسيكو، نتيجتك او اللعيبة اللي هتنزل، وان شاء الله هعمل عليها فيديو قبل الماتش بإذن الله نتوقعوا مع بعض. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة، كنتش مشترك، وفعل زر الجرس، وتوقع النتيجة، او توقع بلاش النتيجة بدري. انا عارف ان معظمنا مش عارف يتوقع، بس توقع نتيجة ماتش الكلاسيكو واللعيبة الأساسية اللي هتلعب. ونشوفكم ان شاء الله يوم ماتش الكلاسيكو. سلام.